اهلا بيكم يا اساطير، جاهزين لرحلتنا الجديده في عالم الانمي؟ متحمسين؟ طيب لاني متحمس جدا. وقصتنا النهارده هتكون عن مينج عاشق القطط اللي قطه واحده غيرت حياته بالكامل. ويلا بينا نخش في التفاصيل. بتبدا قصتنا مع بطلنا مينج، واللي بيكون ماشي في الطريق وهو بيتفرج على صور القطط، وكمان بيتمنى يكون عنده قطه كبيره جدا. لكن وهو مش واخد باله بيلاقي شاحنه هتخبط فيه، لكنه بينجح ويتجنبها بسرعه وبيكمل في طريقه بعد كده. بس فجأة بيطلع له قط عملاق فجأة وبيهجم عليه كمان، وبعدها بيطلع لمينج نظام وبيبدأ الارتباط معاه بشكل غريب جدا. بس قبل ما النظام يكتمل القط بيدمر النظام اصلا. فمينج بيقول هو انت بتهزر معايا ولا ايه؟ دي المرة الاولى اللي اشوف فيها نظام بيتعطل اثناء ارتباطه. لكن مرة واحدة النظام بيظهر قدامه باللون الاحمر، وبيكون في تحذير باكتشاف خطأ اثناء العملية، وان هيتم تنفيذ برنامج الحماية على طول. وفي اللحظة ديت تحديدا القطة العملاقة بتتحول لبنت جميلة جدا، وساعتها بقى النظام بيقول ان الارتباط تم بنجاح. لكن بنشوف بعد كده ان مينج اتنقل لعالم تاني بالفعل، وبيظهر على شكل روح هو والقطة كمان. بس بيتفاجئ ان القطة بتقول اخيرا اتحررت يا عم، شكرا ليك يا انسان يا ضعيف، لانها دلوقتي هتقدر تحكم العالم كمان. فمينج بيقول وقتها ان القطة ديت لطيفة جدا، لكن بيشوف القطة بتحاول تستولى على جسم شخص قدامهم. بس مينج بقى بيمسكها من رجلها ويقول لها انت رايحة فين يا ولية؟ فبتقول له يبعد احسن له، لان الجسم ده هيخصها وهو اصلا مش هيقدر يستولى عليه. فمينج بيقول لنفسه هي عايزة تسرق الجسم بتاعي ليه اصلا؟ بس فجأة بقى بيخش عليهم الحارس وبيدفع بنته قدامه وبيقول لها تعالج الواد دوت دلوقتي، لانها لو ما انقذتهوش هتموت. وبالفعل بقى البنت بتسمع كلامه، وبنعرف وقتها ان اسمها هو الطبيبة ليه. والحارس بيقول لها بعد كده اوعي تفكري في الهرب من هنا، لانها لو حاولت تهرب هيقتلها على طول، وسهل عليهم يخطفوا اي حد تاني. فالطبيبة بتقول له ان هي مش هتهرب وتسيب اي مريض وراها اصلا، وكمان هو مين عشان يهددها كده. وبتكون راحت بالفعل تشوف الواد دوت عايش ولا لا اصلا. فبتلاقي ان التنفس بتاعه مضطرب جدا ونبض ضعيف جدا كمان، وكأن روحه مفقودة، لكن رغم كل دوت لسه عايش. وبتقول لنفسها بقى ان هي مش راهبة ولا درست الروحانية ابدا، وان مفيش اي حاجة تقدر تعملها دلوقتي، لان الجسم ده لو ما استدعاش الروح هيموت فورا. بس بتقول برضو ان هي هتعمل كل اللي عندها، وبتبدأ تديله العلاج كمان. وبنشوف ان في اللحظة دي بتحصل حاجة غريبة جدا، وكأن روح مينج بتتسحب للجسم ده، وبيبدأ كمان يشوف كل ذكرياته، وبيعرف ان الجسم دوت اتخطف عن طريق ملكة قطاع الطرق. وفي اللحظة دي تحديدا بيفوق من الغيبوبة اللي كان فيها. فبنلاقي الطبيبة اللي بتنادي على الحارس وبتقول له ان هي عالجته خلاص، ممكن تمشي دلوقتي ولا ايه بقى؟ فبيخش عليهم وهو متفاجئ جدا، بس بيقول للطبيبة ان هي هتفضل معاه كام يوم وتعتني بيه كمان. وفجأة بقى الحارس بيقفل الباب عليهم ويحبسهم اصلا. فبنلاقي الطبيبة عمالة تصرخ وتقول ان ده ما كانش اتفاقهم من الاول. لكن في نفس الوقت بنشوف ان القطة متعصبة جدا، وده لانها دلوقتي محبوسة مع الانسان الضعيف ده في نفس الجسم. بس مينج مرة واحدة بيسحبها وبيقول للقطة اللي بنعرف ان اسمها تشو خلينا العب معاك زي القطط مرة واحدة بس. لكن الكلام ده بيخلي القطة خايفة جدا وبتحاول تمنعه كمان، لكن شكله كده تقريبا عمل معاها الجلاشة يا جدعان. بس بنشوف بعدها ان مينجا عاوزها تكون الحيوان الأليف بتاعه. بس فجأة بتظهر قدامهم نافذة النظام، وبتبقى فيها رسالة تأكيد حالة النظام، وبنعرف ان اسمه نظام القطط. فبيشوف حالته في النظام شكلها ايه، والقطة اصلا بتكون متعصبة لانها اتأكدت دلوقتي ان هم بقوا مرتبطين مع بعض في الحياة والموت. لكن لما بتشوف النظام بتقول ان النظام دوت بيقول ان عندهم دلوقتي 3 نقاط تنقية. فمينج بيسألها هو يطلع ايه دوت اصلا؟ فبتقول له حسب الكلام اللي قدامهم دلوقتي انه لو امتلك 10 نقاط هيقدر يخترق للمستوى الاول. فبعدها مينج بيروح ناحية الباب وبينده على الحارس عشان يفتح له الباب، وبيقدم ليه رشوة كمان. لكن اول ما الباب بيتفتح مينج بيضرب الحارس وبيحاول يستفزه عشان يكسب نقاط التنقية ديت. واللي حصل اصلا بيخلي الطبيب والقطة متفاجئين جدا. لكن
لكن بقية الحراس بيوصلوا بسبب الدوشة، وواحد منهم بيروح يهجم على بطلنا فورا. لكن مينج ساعتها بيسألهم هم خطفوه ليه من الأول، لكن بيرد على نفسه ويقول هي الملكة بتاعتكم بتحبني ولا ايه عشان انا وسيم. لكن الحراس بيقولوا ان دوت مستحيل، لكن مينج برضه بيقعد يتباهى قدام الحارس، والكلام ده بيخليه متعصب اكتر وبيرزعه في وشه كمان. فبيقوم مينج من على الارض ويقول له ازاي بس تضرب زوج الرئيسة بتاعتك يا غبي. والكلام ده بيخلي الحارس متوتر جدا، لكنه ما بيكونش مصدق كلام بطلنا. فمينج بيقول له طب انتوا ليه بتجيبوا لي اكل وشرب يا عم كل شويه، وكمان لما كنت مريض جبتوا لي طبيبه عشان تعالجني، دوت بقى معناه ايه دلوقتي؟ فكل الحراس وقتها بيصدقوا كلامه وبينحنوا قدامه كمان. وبالفعل بنشوف انه اكتسب وقتها نقاط التنقيه اللي هو عاوزها. اما القطه ما بتكونش مصدقه اللي هي شافته اصلا، لكنها بتروح وتنط على كتفه وبتمدحه بقى لانه هزم الحراس بدون اي قتال. بس مينج ساعتها بيبص ناحيه الطبيبه وبيقول لها بقى دورك جه يا معلمه، وبيكون عارف من ذكريات الجسم ده ان هي اشهر طبيبه في المدينه اصلا. فبتقول له تشو شكلها كده من عائله نبيله، هتتعامل معاها ازاي؟ فبيرد ويقول لها ان جات له فكره دلوقتي، وبيقعد بقى وبيعمل نفسه جعان. فالحراس في لحظه واحده بيكونوا حضروا ليه كل ملذ وطاب، لكن مينج بعدها بيروح بيحطه قدام الطبيبه وبيشكرها بقى لانها عالجته، لكنه بيعرفها ان عنده طلب واحد بس. فالطبيبة بتشكره، لكنها بتقول ان هي مش هتقدر تساعده ابدا. فتشو بتقول له شكل البنات مش بتحبك يا معلم. لكن مينج وقتها بيخلص اكل وبيقول للطبيبة بقى شكلك فاهمة غلط يا معلمة، لانه عاوزها تساعده دلوقتي في غسيل الاطباق دي. واللي حصل ده بيصدم القطة قبل الطبيبة نفسها، لانه المفروض يشكرها مش يتنمر عليها كده. بس بالليل الطبيبة بتتنهد وبتكون هادية جدا وبتقول له ان هي فهمت وبتاخد الاطباق بالفعل. والكلام ده بيخلي مينج مصدوم وبيقول ان مش ده اللي كان عاوزه يحصل اصلا، وما بيكونش عارف لو كانت فهمت هو عاوز يعمل ايه من الاول ولا ايه بالظبط. لكنه بيكون اتاكد ان البنت دي مش سهله ابدا. بس في اللحظه ديت بيكون مصدوم جدا، ودوت لان زعيمه قطاع الطرق وصلت للمكان وبتهزق في الحراس لانها قالت لهم يهتموا بالواد ده. فالحراس بيقولوا ان هم نفذوا كلامها بالفعل واهتموا بيه كويس جدا، وكمان جابوا له اكل وشرب وظبطوها على الاخر. بس الرئيسة وقتها مش بتكون فاهمة بيقولوا ايه الاغبياء دول. لكن مينج وقتها بيأكد على كلام الحراس وبيقرب من الرئيسة وبيقول ان سمع من فترة عن بنت جميلة جدا وزعيمة قطاع الطرق في الجبل في مدينة ووشان. بس الرئيسة بقى بتقول له ما يرغيش كتير والا هتقتله بنفسها. فالحراس ساعتها ما بيكونوش فاهمين الزعيمة متعصبة ليه اصلا. اما مينج نفسه بيركع ويمسك في رجلها وبيقسم انه ما كانش يقصد يعمل نفسه حبيبها اصلا وبيطلب السماح. والكلام ده بيخلي الكل مصدومين. لكن في اللحظة ديت مينج بيكتسب نقاط تنقية كتير جدا. اما الرئيسة نفسها بتكون متعصبة وبتنزل فيه ضرب كمان، وكل ده تحت صدمة من القطة تشو. لكن الرئيسة وقتها بتهدد الحراس ان مينج لو هرب هتقطع راسهم بنفسها. فبيمشوا بعدها من المكان وهم خايفين جدا من تهديد الزعيمة. لكن بعدها بنشوف ان مينج بيقول لتشو خلينا نبدأ دلوقتي في رفع المستوى. فبتقول له يسيب لها الموضوع دوت. وبالفعل بتستخدم نقاط التنقية وقوة مينج بتزيد على طول، بس عدد النقط ما بيكونش كفاية، والكلام ده بيخلي القطة متعصبة. لكنها بتقول برضو ان نتيجة التطور كانت كافية جدا عشان ينتقموا من قطاع الطرق دول. بس مينج ساعتها بيقول لها ان افكارها خطيرة جدا. لكن في الوقت ده بيلاقي حاجة اترمت على وشه وبتطلع الطبيبة اللي بتقول له انه علاج للجروح، بس بتكون باصة ليه بشكل غريب جدا. اما تشو بتقول له شكلها كده فاكراك بتكلم نفسك لانها مش عارفه تشوفها اصلا. فمينج وقتها بيشكر الطبيبه على العلاج، لكنها بتقول له برضه ان هي مش بتساعده ببلاش، لانها هتبعت ليه الفاتوره بعد ما يخرجوا من المكان ده. فمينج بقى بيحب يستفزها وبيبص ليها بشكل منحرف جدا وبيقول لها استنى الفاتوره يا حلوه. والكلام ده بيعصبها عليه فعلا وتقول له ما تبصليش كده يا حقير انت. لكن الوقت بيكون عدى وبنشوف ان الزعيمه قاعده لوحدها وبتتنهد بقى وتقول ان هي مش لاقيه اي حاجه تعملها. لكن مره واحده الحارس بيدخل عليها وبيقول ان في مشكله كبيره حصلت، والرئيسه وقتها بتتحمس لان في حاجه هتعملها اخيرا. بس بنرجع من تاني عند الطبيبه ليه، واللي بيدخل عليها واحد من الحراس وشكله كده بيكون عاوز يعمل معاها الجلاشه، لكنها بتهدد الحارس انه لو لمسها بس هتقتل نفسها.
بس الحارس ما بيسمعش لكلامها اصلا وبيبدأ الهجوم عليها كمان، لكن مينج بيتدخل ويضرب الحارس وبيفقده الوعي كمان، وبيقول للطبيبة كان المفروض تطلبي المساعدة مني على فكرة، لكنها بتقول له ان هما مش مرتبطين عشان يخاف عليها، لكنها بتشكره برضه على مساعدته ليها. بس فجأة بنشوف ان في حارس تاني وصل للمكان وبيقول لهم ايه الدوشة ديت يا، وبيتعصب بقى على مينج لانه ضرب واحد منهم وبيهجم عليه بسرعة بلكمة سريعة، لكن مينج بيقدر يتجنبها بسهولة بعد ما اتطور. بس في الوقت دوت باقي الحراس بيوصلوا وبيكونوا قاعدين بقى يتفرجوا على القتال وبيتريقوا على صاحبهم اللي مش قادر يضرب مينج اصلا، والكلام ده بيخلي الحارس في نص هدومه، لكنه بيبدأ يجمع كل الطاقة بتاعته في هجمة واحدة وبيكون عاوز يقتل مينج كمان. بس بطلنا مش بيتهز ابدا وبيستعد لرد الهجوم، لكنه في اللحظة دي بيتزحلق وبيقلع الحارس البنطلون بتاعه، وكل اللي موجودين في المكان بيكونوا مصدومين من اللي حصل ده. اما الحارس نفسه بقى بيجيب اخره وبيهجم على مينج من تاني، لكنه قبل ما يلحق يعمل اي حاجة مينج بيمسك دماغه وبيرزعها في الارض، وبعدها بقى بيبص لبقية رجالة العصابة وبيقول لهم تعالوا يا جدعان نلعب ما تخافوش مش هعمل لكم حاجة، لكنهم اصلا بيكونوا خايفين جدا وبيستسلموا لانهم مش خصوم قدامه. وبنشوف بعدها ان مينج ربطهم وبيقول لهم اهدوا بقى وما تطلعوش اي صوت يا حلوين. اما تشو بتقول لمينج انه خد من الحراس دول 99 نقطة تنقية، لكن الطبيبة ما كانش ليها اي رد فعل. بس مينج بيقول لها بقى تتفرج وتشوف هيعمل فيها ايه دلوقتي، وبينادي على الطبيبة ويقول لها انه كان بيدافع عنها اصلا مش ناوية تشكره ولا ايه بالظبط، وبيسألها كمان لو وصلها للمدينة هتديله ايه كمان. فالبنت بتكون متوترة جدا لما بتفهم قصده، لكن مينج بيقول لها انه عارف بنات كتير جدا حلوة، لكن عمره بقى ما قابل بنت مسترجلة زيها، والكلام ده بيصدمها جدا لكنها مش بتديله غير نص نقطة تنقية اصلا. فتشو بتقول على طول ان البنت ديت بخيلة جدا، لكن مينج بيقول لها بقى ان في تقدم على الاقل، وبيقول للطبيبة يلا بينا ننزل من الجبل دلوقتي. فبتشكره بالفعل انه لسه مهتم بيها وبينزلوا فعلا من فوق الجبل. ومينج وقتها بيسأل الطبيبة ليه اصلا ما اتفاجئتش لما الحراس هجموا عليها، فبتقول له ان هي شافت الطاقة بتاعتهم قبل ما يوصلوا لانها بتستخدم طاقة التشي، لكن بعدها الطبيبة ليه بتحذره من مركز الحراسة اللي قدامهم لان باين كده قطاع الطرق بيدوروا على حاجة مهمة في الجبل ودلوقتي لازم يكونوا حذرين على الاخر. فتشو وقتها بتقول ان الحراس دول ضعاف جدا لكن عددهم كبير، فمينج بيقول ان عنده فكرة حلوة لكنه هيحتاج المساعدة من الطبيبة ليه بالفعل. وبنشوف بقى ان الحراس حاسين بالملل اصلا، فبيسمع واحد منهم صوت بنت في المكان ومش بيعرف جاي منين، وبيبداوا يدوروا على مصدر الصوت وبيلاقوا بالفعل ان هي بنت جميلة جدا وبتطلع ليه يا جدعان وبتحاول تغريهم كمان. فالحراس ما بيكونوش قادرين يمسكوا نفسهم، لكن مرة واحدة بينزلوا في بعض ضرب عشان كل واحد عاوزها لنفسه الاول. بس في الوقت دوت بقى مينج بيظهر قدامهم والكل بيكونوا مصدومين وبيكتشفوا ان الوضع دوت فخ، لكنه بيضربهم على طول وبيقدر ياخد منهم 20 نقطة تنقية كمان. وبيقول للطبيبة ليه يلا بينا نكمل في طريقنا. وبعد شوية بيكونوا وصلوا على جسر، لكن قبل ما يعدوه ضباب شديد بيغطي المكان، ومن وسط الضباب دوت تشو بتتفاجئ بظهور شيطان قوي، لكنهم بيكتشفوا بعدها انه مجرد فطر عملاق ومينج بيقدر يقضي عليه بكل سهولة اصلا. وبيروح بعدها يعمل نفسه جامد قدام ليه، لكن في اللحظة ديت بيظهر قدامهم فعلا قرد شيطاني عملاق، والكلام ده بيخلي تشو مصدومة ومش فاهمة اصلا ازاي وحش زي دوت هنا، لكن بتفهم ان في وحش تاني اسمه شبح الجبل بيتحكم فيه. وبتعرف مينج ان شبح الجبل ده مش قوي ابدا، لكنه لو اتحكم في كائن اقوى منه بيكون مختلف جدا. وبتكمل وتقول له ان هي لو استعادت قوتها بالفعل هتقدر تهزمه بكل سهولة، لان القرد الشيطاني دوت مجرد حاجة في المستوى الاول من عالم تحسين الجسد. فمينج وقتها بيحاول يهجم على الوحش لكن ما بيكونش في اي تأثير عليه، وبيسأل تشو وقتها هيحتاج وقت قد ايه عشان يخترق للمستوى الاول من تحسين الجسد، فبتقول له قدامنا لسه 30 ثانية، لكن حتى لو اخترق مش هيقدر برضه يعمل حاجة، وده لان القرد الشيطاني نوع متطور وعنده دفاعات كبيرة جدا كمان، وان شخص في المستوى الاول مش هيكون كفاية لوحده عشان يتعامل معاه. فبيقول لها عندك حق بالفعل، لانه حس ان القرد امتص قوته اول ما هجم عليه، والشكل الهالة السوداء
السوداء اللي حواليه ديت هي السبب. لكن البنت ليه بتقول شكل الوحش عاوزها هي، وبتقول لهم بقى يهربوا ويسيبوها في المكان ده. فتشو بتقول لمينج ان هي اللي طلبت اهي، يلا بينا نجري بقى. بس مينج بيروح ورا ليه ويقول لها ما تقولش الكلام ده لانه مش هيسيبها تموت ابدا، وبيعرفها ان عنده خدعه ولا اتنين بس ممكن ياثروا عليها، عشان كده بيقول لها تعدي الجسر الاول، وان هو بنفسه بقى هيتصرف مع الوحش ده. بس تشو بتقول له خدعه ايه بس يا عم، انت مالكش لازمه اصلا. بس مينج بينده على ليه ويقول لها ما تنساش بس تدفع له رسوم الانقاذ، ولما بيقول لها انه هياخد بوسه بتكون محرجه جدا وبتسيبه وتمشي على طول. بس الوحش بيتعصب اول ما البنت مشيت وبيهجم عليها فورا، لكن مينج في اللحظه دي بيظهر قدامه وبيرزعه بلكمه عنيفه جدا في وشه، لكنه بيتصدم ان الوحش مش بيتاثر ابدا، وكمان بيرد الهجوم عليه. فمينج بقى بيسال تشو لو قدر يوقع القرد دوت من فوق الوادي هيموت ولا ايه، فبتقول له انه مش هيقدر يعمل كده اصلا لان تاثير ضربته ضعيفه. وفي نفس الوقت مينج بيكون هرب وواقف على الجسر، لكن مينج بيقول وقتها ان جه وقت الجد، وبيخرج موزه وبيقعد يستفز القرد عشان يركز معاه. والكلام ده اصلا بيخلي الطبيبه ليه مصدومه جدا، لان القرد بيقول لمينج انت يا عم انت هات الموزه ديت ياخد البنت اللي معاك، لكن مينج بيحاول يغني الوحش اصلا وبيرجع اول ما بيشوف اللي مينج بيعمله. بس بعدها على طول بيهجم على بطننا وهو على الجسر، فمينج بيكون استغل اللحظه دي وبيدمر الجسر وبيقع للاسفل كمان، وبيقول لتشو تستخدم كل نقاط التنقيه عشان يخترق لمستوى اعلى بسرعه. اما الوحش نفسه بيكون سحب مينج ناحيته، فبطلنا بيقول ان الخطه نجحت بالفعل وبيستغل اندفاعه ناحيه القرد وبيوجه ليه لكمه عنيفه جدا، بس بعدها بيكون طار للاعلى من الاندفاع ده. اما تشو ما بتكونش فاهمه ازاي مينج دلوقتي بنفس قوه الوحش ده، لكن فجاه بتظهر نافذه النظام وبتقول له ان صقل الجسم اكتمل بنجاح. فمينج بيحمد ربنا ان هو انتهى بالشكل ده في الوقت المناسب، وبيكون بقى مستمتع جدا بالوضع ده، لكنه بيقول لتشو بسرعه تستخدم النقاط كلها في تحسين جسمه، فبتكون مصدومه لان النقاط اللي معاهم مش كافيه لاختراق الحاجز ده اصلا. فبطلنا بيقول لها ان اندفاعه دلوقتي هيزود قوته وهيقدر يخترق الحاجز ده. فتشو بتقول له ان هو فعلا ذكي جدا، وبالفعل بينفذوا الخطه، وطاقه مينج بتكون ضخمه جدا وبينزل بيها على الوحش الضخم بلكمه عنيفه، وبينجح ان هو يقتل القرد الشيطاني ويوقعه كمان من فوق الجرف، لكنه بيكون وقع معاه اصلا، بس بيكون مستغرب المكان اللي قدامه لان زي ما يكون كده في معركه شرسه جدا حصلت في المكان ده. فتشو بتقول له ان النظام بيعرفها ان في مصدر طاقه مشابه قريب جدا، وتقريبا كده ممكن يكون جزء من شفره النظام نفسه. فمينج بيقول ان دوت هيكون شيء رائع جدا لو جمعوا الاجزاء المفقوده من المصدر ده، لان مجرد ما يحصل كده ممكن يفتحوا ميزات جديده للنظام بتاعهم. بس فجاه بيسمعوا صوت عواء ذئب في المكان، فتشو بتقول ان دوت وحش روحاني واكيد في كنز خرافي مدفون في المكان دوت، وبنشوف ان الذئب هجم عليهم بتقنيه الرياح، وبتكون تعويذه بتطرد اي حاجه بعيده عنها، ومفيش اي حد يقدر يقف قدام الجدار الهوائي ده. فمينج ساعتها بيقول ان شكل دوت هو حارس الوادي، ولو ما هزموهوش دلوقتي مش هيعرفوا يحصلوا على اي كنز في المكان دوت. لكن الرياح وقتها بترفع مينج وبتخرجه بره الوادي اصلا. لكن بعد شويه وقت بنلاقي ان مينج في وسط غابه، فتشو بتكون اتحولت لشكلها البشري وبتحاول تفوق مينج اللغمه عليه، وبعدها بنلاقي ان تشو بتقول لمينج اصحى يا عم، وبتكون رجعت لشكل القطه تاني وبتقعد تضرب فيه كمان. فمينج بيقول بقى ان ديت مش طريقه عشان تصحي الناس اصلا، لكن تشو بتقول له ان لو ما كانش صحي دلوقتي كان تستخدم عليه هجوم مخلب القط المقدس. لكن بتسأله بقى هم فين دلوقتي اصلا لان هي مش عارفة المكان دوت اصلا، لكن بيتوقعوا ان هم قريبين من مدينة ووشان، وبيقولوا بقى ان هم هيدوروا على اي حد يسألوه عن الاتجاهات. لكن بيعدي عليهم كام ساعة وبيكونوا ماشيين من وقت طويل، ومينج بيقول انه جعان وتعبان لان الاختراق استهلك كل طاقته. لكن بنشوف ان هم وقعوا على الارض اصلا، بس بيلمحوا راجل عجوز متجه ناحيتهم وبيفقدوا الوعي تاني. لكن بعد شوية وقت بنلاقي ان مينج فايق وبياكل ومبسوط جدا، وكمان بيكون في بنت جميلة بتخدم عليهم وبتقدم له المشروبات كمان. فمينج وقتها بيسأل الراجل العجوز ويقول له هو انت تعرف اقرب طريق للمدينة ولا ايه يا عم؟ فالعجوز بيقول له ان هي موجودة في الشرق من هنا ويمشي 8 اميال
العيال وبس، وساعتها هيلاقي الطريق الرئيسي، ولو ما كانش مستعجل بقى ففي واحد من القرية هنا هيتجه لهناك قريب ويقدر يروح معاه بالفعل. فمينج بيقول له ان مفيش اي داعي للكلام ده، لكن البنت بتسأله لو كان هيروح المدينة فعلا لانها سمعت ان فيها اكل حلو جدا. فبيقول لها انت عاوزاني اخدك هناك في يوم من الايام ولا ايه؟ فبتقول له ايوه من فضلك. بس الراجل العجوز بيقول لها تحترم نفسها لان السيد الشاب ما عندوش وقت يلعب معاها. بس مينج بيقول له ان مفيش اي مشكلة، هو بس عاوز يرد الجميل في الوقت المناسب لانها قدمت ليه اكل ووجبات كتير جدا، وبيقدم ليهم وقتها كلودة من الياشيم وبيعرفهم ان هي رمز العيلة بتاعته وياخدوها كتعويض كمان. فالعجوز بيقول له ان كل اللي قدموه اصلا كان شوية رز واكل عادي، وان دوت مش حاجة مميزة عشان ياخدوا عليه هدية ثمينة جدا زي دي. فمينج بيقول له طالما انت مش عاوزها خلينا ارد لك الجميل دلوقتي بطريقتي. فتشو بتقول هو ليه مش عاوز يديك اي نقط يا عم بعد ما قدمت ليك رده الياشيم؟ فبيقول لها ان هو راجل طيب ومش جشع ابدا، وانه كان قاصد كل كلمه قالها اصلا. فبنشوف ان مينج خرج عشان يصطاد لهم اي حاجه ياكلوها بعدين، لكن وهو راجع بيلاقي عربيه بره المنزل، وفي الداخل الزائر دوت بيكون عمال يكسر كل حاجه وبيقول للعجوز فين الفلوس بتاعتي يالا؟ اما العجوز بيقول له ما انا اديتك الايجار يا عم قبل 3 ايام. فالشخص الغريب بيقول له ان 3 ايام دول وقت طويل جدا وان هو عاوز فلوس دلوقتي. فالعجوز بيقول له انه مش معاها اي فلوس، بس بنلاقي ان الراجل التاني اللي معاها بيقول له خلينا ناخد البت ديت يا عم شكلها كويسه وهنعرف نبيعها. لكن بيكمل ويقول للعجوز ان هو لازم يبيعها بقى عشان يسدد ديونه. فبيقعد يتوسل العجوز ليهم ان هم يسيبوا حفيدته، فبيتعرض للضرب الشديد. اما البنت بتحاول تعض ايد الراجل دوت عشان تروح تلحق جدها، فبيقرروا وقتها يقتلوا الراجل العجوز وياخدوا البنت عشان يبيعوها بنفسهم. بس فجأة مينج بيتدخل وبيرزع واحد لكمة في وشه وبيخبطه في الجدار كمان، وبيقول لهم بقى ان اللي هيقرب من الناس ديت هيتحرق دلوقتي. لكن بيتدخل واحد تاني وبيقول له انت ازاي تتجرأ وتستفزنا يا عم؟ وبيهدده بقى ان هو لو ما ركعش واعتذر دلوقتي مش هينسوا اللي حصل دوت ابدا. لكنه ما بيلحقش يكمل كلامه وبيلاقي ان مينج نزل فيه بالاقلام على وشه، والتابع بيقول له ان السيد الشاب مش هيسامحك ابدا. بس مينج بينزل فيه ضرب من تاني لحد ما بيفقد وعيه، وبيبص وراه بعد كده وبيقول ان فاضل واحد كمان. والتابع الاخير بقى بيقول له ان هم بيشتغلوا عند السيد الشاب التالت، وبيقول لمينج بقى ان هو حتى لو مش بيحترم السيد الشاب اكيد هيحترم عيلة مينج. فمينج بيقول له ان هو ما سمعش عن السيد الشاب التالت دوت اصلا، وشكله كده بيعتمد على السرقة اصلا. فالتابع وقتها بيكون خايف وبيقول له يا عم سامحني كنت بنفذ الاوامر مش اكتر، وان الناس اللي هو ضربهم دلوقتي دول خدوا جزائهم خلاص. فمينج بيقول له طالما انت بتقول انك عاوز الرحمه خلاص يا عم انا هعفو عن حياتك. فالتابع بيشكره ويقول له همشي انا بقى ومش هتشوفني تاني ابدا. بس مينج بيوقفه ويقول له انا ما قلتلكش انك تمشي اصلا. وبنشوف ان عدى شويه وقت وبنشوف ان اتباع السيد الشاب التالت بيحرسوا في الحقل، والراجل العجوز بقى بيسال مينج ويقول له هو مش اللي انت بتعمله فيهم دوت كتير ولا ايه؟ فمينج بيقول له ان هي حاجه بسيطه جدا وانه بياكد له ده لان التلاته دول حاولوا يقتلوه اصلا، لكن لانه كريم سامحهم بس هيخليهم يشتغلوا عنده، وده لانهم لازم يتعلموا الندم ويعرفوا مكانتهم فين بالظبط. بس فجأة في حد بيدخل عليهم وبيحذرهم وبيقول ان السيد الشاب التالت والحاشية بتاعته وصلوا كمان. لكن العجوز لما بيبص على مينج مش بيلاقيه جنبه، بس بنشوف ان بطلنا واقف على سطح البيت وبيراقب السيد الشاب التالت ده. اما تشو بتقول له ان لو غاد التلاتة من شوية خدوا منهم 180 نقطة تنقية. بس بنلاقي بقى ان السيد الشاب ماسك الراجل العجوز وبيسأله عن مينج، وبنشوف واحد تاني من الاتباع بيقول له ان هو جاب العيلة بتاعت الراجل دوت خلاص. فالراجل العجوز بيطلب الرحمة من السيد الشاب عشان يسيبهم، وبيقول له بقى ان هو ما يعرفش عن الراجل ده اي حاجة. لكن السيد الشاب بيمسكه من قفاه وبيقول له بما انك اتفقت معاه ووقفت قدامي بقى ما تلومنيش على اللي انا هعمله فيك ابدا. لكن في اللحظة دي بيتدخل مينج ويقول له انت بقى السيد الشاب التالت اللي سمعت عنه، لان شكلك مش قوي يا عم زي ما انا سمعت. وهو بيكمل ويقول له بقى هو التنمر على الكرويين العزل دوت ممتع ولا ايه؟ لكن السيد الشاب التالت وقتها بيسأل بطلنا ويقول له هو انت مين اصلا يا عم؟ وبس كده يا اساطير بيخلص القسم الاول من حكايه مينج. استنى رايكم في الحلقه، وما تنسوش كمان تعملوا لايك على الفيديو ده عشان ينتشر، وتشتركوا كمان في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الحلقات الجديده اول باول. وبس كده يا جدعان، اشوفكم على خير يا اساطير، سلام.